السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام عشاق وجماهير النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم عماد توفيق وفيديو جديد من صواريخ رياضية. لكن في البداية عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش الدعاء لإخواننا في فلسطين، ربنا يثبت أقدامهم وينصرهم على أعدائهم وينصر من نصرهم ويخزي من خذلهم، اللهم آمين. وما تبخلوش عليا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى نستمر بإذن الله. النادي الأهلي يعقد جمعية عمومية لاستعراض نتائج أعمال العام الماضي، وبالحساب الختامي فقد حقق النادي الأهلي صافي أرباح 850 مليون جنيه بالميزانية المنقضية، وهذا يعتبر أكبر فائض وأرباح في تاريخ النادي الأهلي وأي نادي آخر في مصر، حيث بلغت المصروفات حوالي 3 مليار و100 مليون جنيه، بينما بلغت الإيرادات 3 مليار 930 مليون جنيه. وبعد هذا الفائض أكبر من أرباح جميع أندية مصر مجتمعة، ودائما الأهلي متقدما ومتفوقا بإذن الله، والأهلي فوق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس بإذن الله.